سلام سلام، نتمنى تكونوا بخير. اليوم ما شاء الله راح نشارك معكم هاد الوردة اللي كامل عجبتكم كما شفتوا معايا الفيديو اللي فات. زينا بها الكيكات، تقدروا يعني تزينوا بها عدة حلويات، تجي بزاف هايله هاد الوردة. رايحه نوري لكم المول اللي خدمتو بها، عجينه السكر يعني، وعده نصائح هكذا باش تقعد لكم يعني هاد الورده شابه. نوري لكم كامل لي بخدوي اللي نخدموا بهم كما تعودتوا عليا، ما نخبي عليكم والو باذن الله. لا، انا حبيت فقط نوري لكم الطليه اللي درناها مع بعض. الفيديو اللي فات جات بزاف شابه، نخلي لكم الرابط ديالها في اول تعليق مثبت. وايضا هذه الوصفه تاع الكيكات كما راكم تشوفوا جاتنا طريه يعني تذوب في الفم، جات ما شاء الله. رايحه نخليها لكم ايضا في اول تعليق مثبت. نروحوا مع بعض حبيباتي ونشوفوا كيفاش نخدموا هذه الورده. نصلوا ونسلموا على رسول الله ونبداو الفيديو ديالنا. راكم تشوفوا خياتي، عندي لهنا عجينه السكر. لاباطا سكر هذه اسمها امل، هاد النوعيه بزاف شابه. عندي لهنا التيلوز، هاوليكم هاد التيلوز لازم يكون متوفر عندكم، يعني نضيفوه لعجينه السكر باش تنشف لنا. كيما راكم تشوفوا، شوفوا هاد لاباطا سكر بزاف شابه البنات، تجي طريه ما تجيش يابسه، يعني ما راهيش رايحه تعبكم كامل في الخدمه. يعني ما كاين نوعيات كيما نقولوا يجيونا يابسين، كي نكونوا نعجنوا فيهم يتعبونا شويه. هذه كما راكم تشوفوا تجينا طريه. اول حاجه البنات يعني ملاحظه مهمه نقولها لكم قبل ما ننسى، كي تروحوا تشرو عجينه السكر ديالكم لازم تكون مكتوبه فيها غان باست. غان باست البنات، ما تشريوش هذيك اللي مكتوبه فيها كوفرتور، هذيك خاصه بالتغليف. لا كوفرتور يعني تاع لاير كيك ديزاين، هذيك ما تشريوهاش، شريو غان باست. فوالا البنات، هذه كاول يعني نصيحه. نروحوا لهنا الخطوه تاع الخطوات تاع العمل ديالنا. كما راكم تشوفوا تجيبي عجينه السكر ديالك، جامي تروحي تضيفي لها يعني التيلوز مباشره، لازم تعجنيها هكذا مليح بيدك. كما راكم تشوفوا كما نقولوا تسخنيها شويه يولي القوام ديالها مطاطي. هاي ليكم لهنا درت كميه شويه كبيره لانه كانت عندي قريب 70 ورده. فوالا البنات، لهنا واش ندير؟ شوفوا البنات، راني نحيت شويه، هاد شويه اللي نحيتها رايحه نضيف لها التيلوز. كي تكون عندك كميه كبيره تاع عجينه السكر جامي تروحي ترفديها كامل وديري لها التيلوز على خطره، لانه راهي رايحه تيبس لك، ومن بعد كي تكوني يعني تخدمي بها هذوك الاشكال ولا راهي رايحه تعبك. الوغ واش نديرو؟ كما راكم تشوفوا لهنا ديت شويه يعني كما نقولوا كونتيتي صغيره، ندير لها التيلوز ونعجنها، ومن بعد يعني ندي كما نقولوا بشويه بشويه حتى نكمل. فهمتوني البنات؟ هذه كأول خطوة وريتها لكم فقط. لهنا نحكم عجينة السكر ديالي هكذا كما راكم تشوفوا، يعني تجيبي كامل هذيك عجينة السكر ديالك تلونيها كامل على خطرة هكذا البنات، تجيبي كامل عجينة السكر ديالك وتلونيها كامل على خطرة. لهنا التلوين ديالكم دايما قبل ما نديروا التيلوز البنات، نديروا الالوان قبل ما نديروا التيلوز، نعجنوها جيدا كما راكم تشوفوا بالكف تاع اليد. لهنا كي راني نعجن فيها يعني راني رايحه نعجنها باش يولي القوام ديالها مطاطي، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه باش هذاك الملون الغبره اللي درناه راهو رايح يذوب، هذاك يذوب يعني كي نعجنوها كما نقولوا بالحراره تاع اليدين راهو رايح يذوب لكم. لو كان ما تعجنوهاش يولي فيه حبيبات. فهمتوني البنات؟ لازم تعجنيها مليح بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا هكذا البنات، راهي تولي لي طريه. راهي رايحه تكتسب القوام المطاطي اللي نحتاجوه في الخدمه. وثانيك الملون ديالنا هذاك تاع الغبره راهو رايح يعني يذوب كامل وما يقعدناش هكذاك حبيبات في الاشكال ديالنا كي ينشفوا. فوالا خياتي، بالنسبه للاخوات اللي عندهم ملونات جل كيف تقدروا تضيفوهم، ولكن ردوا بالكم البنات ما تقعدوش غير تزيدوا حتى وين تولي عجينه السكر ديالكم تولي جاريه. هكذا البنات نعجنوها جيدا كما راكم تشوفوا. معايا البنات انا كملت عجنتها، تحصلت على هذا القوام المطاطي. هذاك الملون ديالي الغبره راهو ذاب لي كامل. لهنا نحي كونتيتي صغيره كما قلت لكم قبيله، والكميه الاكبر نديرها في ساشي. لازم تغطوها البنات، ردوا بالكم يعني باش ما كما نقولوا باش ما يقيسهاش الهواء وتبدا تنشف لكم. لهنا هذه الكميه صغيره رايحه نضيف لها التيلوز. انا عيني ميزاني مي شوفوا البنات، في هذيك العلبه تاع 250 غرام عجينه السكر ديري ملعقه تاع ديسير يعني تكون معمره تاع التيلوز.
مي هذيك الكميه هذيك قسميها. دوك انت عندك هذيك العلبه تاع 250 غرام، ما تحكميهاش كامله وتضيفي لها التيلوز، دي بشويه يعني، وقسمي هذيك الملعقه تاع التيلوز كما نقولوا على 3 ولا على 4، وضيفي بشويه وخدمي. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هذا هو المول اللي رايحين نخدموا به. فوالا خياتي، هاي لكم الطريقه كيفاش نخدموا. فوالا البنات، ندي شويه قلت لكم نضيف لها التيلوز ونخدمها مليح، نعجنها مليح. كي ديروا لها التيلوز لازم تعجنيها مليح باش هذاك التيلوز يدخل لي فيه كامل هذيك يعني هذيك لاباطا السكر. فوالا خياتي، جامي تحكمي يعني هذيك الكونتيتي كامله تاع عجينه السكر وتضيفي لها التيلوز. ردوا بالكم البنات، ومن بعد رايحه تغلبكم في الخدمه تولي يابسه، الو ردوا بالكم بعد ما تقدروش تخدموا بها. شوفوا لهنا كيفاش راني نخدم، لهنا ديجا راهي بدات تنشف لي في يدي. شوفوا تولي تثقال، فهمتوني البنات؟ هاي ليكم، شوفوا هذاك القوام المطاطي، يعني ما شاء الله. هذه تروحوا تخدموا بها الازهار يعني تجيكم توب. فوالا البنات، هاي ليكم. اذا خياتي انا خلاص راني كملت يعني عجنتها كما راكم تشوفوا. دخلت مليح هذيك الماده تاع التيلوز في العجينه ديالي، والقوام يعني ولا لي مطاطي ورايح يساعدني مليح في الخدمه. لهنا ندي كميه صغيره كما راكم تشوفوا، والكميه اللي تقعد دائما غطيوها البنات. هكذا البنات ديريها في ساشي ولا كاس ولا بول ولا، المهم غطيها من الهواء. هكذا خياتي، نجيب الكميه ديالي هذه اللي رايحه نخدم بها، نجيب المول ديالي اللي رايحه نخدم به. واش رايحه ندير البنات؟ انا ما نحبش ندير كما نقولوا المايزينا بزاف كي نكون نخدم هكا بعجينه السكر. هكذا البنات ندير قطره تاع الزيت كما راكم تشوفوا، يعني على الطرف تاع صبعي قطره تاع الزيت البنات هذه، وما نزيدش عليها. هاي ليكم، لانه هذا المول فيه واحد الزوايا لداخل تاع الاوراق تاع الازهار هذوك الصغار، الوغ باش كما نقولوا درت هذيك الزيت باش ما تقعدليش عجينه السكر لداخل. فهمتوني البنات؟ عجينه السكر البنات لو كان ما تعجنوهاش مليح كي تكونوا تخدموا بها هكذا في ليمول، راهي رايحه تقعد لكم لداخل شغل تولي تتفتت. فهمتوني؟ مي هكذا راهي كي شوينغوم، يعني القوام ديالها راهو مطاطي، كي تروحي تخرجي الورده ديالك من المول تخرج لك فاسيلمون. فوالا البنات، نجيب هذا لو بيك نخدم به يساعدني بزاف يعني في الخدمه. كاين تاع البلاستيك خياتي وقيله يديروا 15000 يعني ماهمش غاليين. فوالا البنات، يعني فيها دوك الزوايا ولا هذوك الازهار الصغار ولا الاوراق ولا، يساعدكم مليح في الخدمه. هاي ليكم لهنا كما راكم تشوفوا درت عجينه السكر ديالي في المول كما شفتوا معايا، وندخلها في كامل هذوك يعني الزوايا تاع المول. هذا مكان نطبع مليح يعني بالاصبع ديالي ولا بهذو الادوات. هاي ليكم كما راكم تشوفوا، يعني كي تتبعوا كامل النصائح راهي رايحه تجيكم سهله في الخدمه. هاي ليكم دخلتها مليح. شوفوا عجينه السكر ديالي راهي تبرق، يعني راهي ليس كما راكم تشوفوا. نضغط مليح هكذا. الان نخرج الورده ديالي بهذه الطريقه. هاي ليكم شوفوا البنات تخرج لي بكل سهوله، والورده تخرج كامله. البنات كما راكم تشوفوا هاي ليكم الورده ديالي، هذه هي النتيجه النهائيه. احنا ما نخلوش الورده هكذا، لازم نصبغوا هذوك الاوراق ولا الازهار هكذا باش يعني الشكل تاع الورده يجينا بزاف شباب. انا نستعمل هذه ماجيكي، كاين بزاف يعني انواع. هاوليكم في الصوره هذا يا سولفون يجيكم يعني كيما الزيت، نخلطوه مع شويه من هذا الفونت ولا تقدروا تستعملوا جولد يعني كامل شابين. قلت لكم تديو شويه شويه تخلطوهم. وشنو هذاك السائل البنات لازم يجيكم ثقيل، وتستعملوا بانسو، ما ديروش السائل هذاك خفيف، ديروه ثقيل البنات باش يقعد لكم دوغي هكذا. لهنا سمحوا لي يدي راهم مسخين، النتيجه ما راهيش تبان مليح. انا صبغت غير هذوك الاوراق كما راكم تشوفوا، وهذه هي النتيجه النهائيه. هاي ليكم تجيكم خدمه نقيه يعني، وهذوك الازهار يبانوا والاوراق يبانوا، يعني تمد لكم نتيجه ما شاء الله. فوالا البنات، هذا هو الفيديو ديالي تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون نفعكم. نتلاقى بكم الفيديو القادم ان شاء الله، والسلام عليكم.